هتصدقوني لو قلتلكوا ان الغسيل ده متطبقش بقاله شهرين؟ كل ما اجي اطبقه اكسل او حاجة تشغلني او غسيل يتراكم على غسيل، اطلع انشر احطه واقول هطبقه وانسى واسهى واكسل، الاقي المنظر كتير عليا انا على الهم اجي اغسل تاني واحط تاني. مين زي كده يا جماعة والله. اول حاجة كده برحب بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. صلى على النبي كده في الكومنتات. ولو الفيديو حسيت اللي هو هيشجعك كده او اداكي طاقة ايجابية كده، ان انت تقومي تطبقي شوية الغسيل اللي مركونين على الكنبة او في الثبات، انا عارفة مكانهم والله وحافظاه. متنسيش اختك في اللايك والكومنت والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتي. انا محتوى متنوع، انا ندى محمود. محتوية متنوع وفي نصايح وروتين تشجيعي وتنظيف ومشتريات، وبديكي فكرة عن اي حاجة انت بتجيبيها او قبل ما تجيبيها وكده، عن تجربة شخصية. نبدأ الفيديو كده. حبيت اللي انا انقل الغسيل من على الترابيزة كده على المنشر كله عشان خاطر افضي مكان ان انا اطبق وكده. فطبعا المنشر انكسر زي ما انتوا شايفين. تمام. بقى واحدة واحدة طبقت طبعا، واريح شوية واطبق شوية واريح شوية واطبق شوية. عايزة اقول لكم ان انا الغسيل ده طبقته على يومين والله بجد، مش يعني اللي انا ببالغ، فعلا كان كتير جدا جدا. وتراكم عليا جدا والله. هو مش كسل مني، هو بس ايه, إيه كان غسيل بتراكم على غسيل فعلا، وكنت عندي بنتي وكده مغلباني. ف اطلع الغسيل وانشره واحطه، فتكون من المنظر ده. فطبعا انا كنت طبقته بقى وحطيته في الدولاب ورصيته. انا فقدت الشغف بالفيديو. الملاية وقعت. المشكلة الدولاب الطويل ده يا جماعة والله. وحطيت الشرابات كده، بحس براحة نفسية كده. اخر حاجة بحطها هي الشرابات. طبقت الدفات حطيتهم مكانهم الفوط. انا بوريكم بقى رصة الدولاب، ايه رأيكم؟ لو عندك شوية غسيل كده قومي رصيهم كده وما تكسليش والله. مع ذكر الله كده مع الشغل مش هتحسي بحاجة. مع السلامة يا حلوين.